بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذا اليوم البهيج المفرح الذي صنعه الرب لكي نفرح ونتعزى به، أبلغكم يا أحبائي رسالة تهنئة لحبيبي الأنبا ديسكوروس نيابة عن مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. أقدم لسيدنا التهنئة وأقدم لكم التهنئة باختيار ربنا لسيدنا الحبيب الأنبا ديسكوروس. نشكر ربنا يا أحبائي، نشكر ربنا الذي يقيم رعاه له صالحين، فهو الراعي الصالح الأعظم الذي يعطي لأولاده أن يكونوا متشبهين به ويرعوا رعية المسيح بطهارة وبر وقداسة. لذلك نشكره من أعماق قلوبنا، لأنه ما زالت الكلمات التي تقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ونشكر ربنا أنه بيرسل فعل لحصاده، إذ أقام لكم أسقف صالح ومبارك هو نيافة الأنبا ديسكوروس. أحبائي، نشكر ربنا ونشكر من أعماق قلوبنا قداسة البابا تودروس الثاني على اختياره ومحبته وثقته في أبينا الأنبا ديسكوروس، إذ اختاره ليكون أسقفا لكم على أبروشية جنوب ألمانيا ودير الأنبا أنطونيوس بهذه الأبروشية. نشكر أبينا الحبيب الأنبا برنابة على تعبه في هذه الأبروشية وعلى تزكيته هو والآباء الكهنة والآباء الرهبان، ولكي يختار الله وسيدنا الأنبا ديسكوروس ويقيمه راعيا لكم صالحا في وسطكم. ولا يسعنا يا أحبائي في هذه الذكرى إلا أن نتذكر أبينا العملاق الروحاني أب هذه الأبروشية وأول أسقف عليها هو نيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل، الذي راعى هذه الأبروشية بقداسة متناهية وباتضاع متناهي وبوداع متناهية. فهو بالحقيقة كون هذه الأبروشية بدموع وبصلاته وبضيافته لكل أحد في كل مكان كان يستضيفهم في قلبه قبل أن يستضيفهم في المباني الحجرية. نيافة الأنبا ميشائيل بركة هذه الأبروشية. ونشكر ربنا يا أحبائي أن ربنا اختار الأنبا ديسكوروس الذي كان الأنبا ميشائيل يعتمد عليه في كثير من الأمور، فهو الحقيقة يتمتع بقداسة عجيبة جدا. الأنبا ديسكوروس أعرفه منذ زمن كبير جدا، من أول ما دخل الدير وهو إنسان ملتزم مطيع وسالك بحكمة، وابتسامته على وجهه يقابل الجميع بابتسامة جميلة، ويعامل الكل بتواضع ومحبة وحكمة. لذلك اختير في وقت من الأوقات كأمين للدير ربيطة، وسلك بسلوك جيد جدا وممتاز وكلنا أحببناه، وله معزة في قلبي خاصة وفي قلب كل أب في الدير. الأنبا ديسكوروس حينما دعاه الله للخدمة مع نيافة الأنبا دميان الذي نقلنا له كل محبة، سلك كابن مطيع وكمجتهد في الدراسة ويشرف كل مكان وجد به،
وعندما تأسست مبروشية جنوب ألمانيا وأصبح تبع الأنبا ميشائيل، سلك أيضا كباتضاع عجيب جدا في هذه الأبروشية، مجلا ومحبا لنيافة الأنبا ميشائيل. الحقيقة أحبائي، احنا نشكر ربنا من أجل كل حال وفي كل حال ومن أجل كل الأحوال، إذ أقام لكم راعي صالح، فهو كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، يعطي ثمره في حينه وورقه لا يندثر، وكل ما يعمله ينجح فيه. وزي ما قال ربنا كده على يوسف الصديق، إن كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، كذلك الأنبا ديسكورس احنا متبشمين فيه إن سيصير لهذه الأبروشية النجاح والتفوق في كل شيء وفي كل أمر. ربنا يبارك خدمة سيدنا ويجعله شمعة مضيئة، ويجعله صيادا ماهرا للناس، ويعطيه الله حكمة سليمان وبركة القديس البابا ديسكورس بطل الأرثوذكسية، ويعطيه الله أيضا من روح أبينا القديس البابا كيرلس السادس الذي نتشرف بالحضور في هذه الكنيسة التي على اسمه، وطبعا تحل عليه بركة أبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب رهبان العالم، ليباركه الرب في كل خطوة وينجح طريقه ويجعله نموذج يحتذى به على مر الأيام. وزي ما الآباء الرسل، وبركة كبيرة إن سيدنا يبتدي خدمته في صيام الرسل، ونتذكر إن ربنا جعلهم صيادين للناس، ربنا اختارهم وأهلهم لكي يصيروا صيادين للناس. كذلك اليوم سيكون أنبا ديسكورس صياد ماهر لكل النفوس في ألمانيا وجنوب ألمانيا وفي كل عمل وفي كل مكان يتواجد به. ربنا يبارك في خدمة سيدنا ويبارك الآباء الأحباء ويعوضهم على تعبهم ومحبتهم. وبهذه المناسبة لا أطيل عليكم، لكن أنا بهني سيدنا من كل قلبي، والآباء في الدير في هدية بسيطة، صدريتين من شغل الآباء في الدير وصليب لسيدنا، علشان كل ما يلبسهم يتذكرني وتذكر إخوته في الدير. ليبارك الرب عليكم واذكروني دائما في صلواتكم.